أحيانا يكون السكوت جوابا كافيا لمن يفهم حده، وفي أحيان أخرى يجب عليك أن تزيح ستار التعصب عن عيون من أعمتهم لمعة شعار الريال. ما درسناه وتعلمناه هو أن لكل شيء ملك يحكم وينظم أبجديات العيش، وفي كرة القدم ريال مدريد هو ملك اللعبة وسيدها ومنظم ألقابها وبطولاتها، أما البقية فما هم إلا تكملة عدد، والبعض منهم كلون شعاره المتمثل بقوس قزح، إن أتت غيمة ماطرة في العام مرة ظهر، وإلا فالغياب ديدنهم الدائم. شفت الدنيا شلون تدور، ولك تعال للخيوط وردنا الخيوط وانت ظليت باخواتك تخوط، ولك هسه من جسر مفاصلك احلوني عريفي انا غلطان، هسه يلا عرفت غلطان. من يبحث عن المقارنة بين ناديه وريال مدريد ما هو إلا كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، فالريال لا يقارن بأحد ولا ينافس إلا نفسه، وظهور أندية متواضعة تحاول الوصول إلى ما وصل إليه الريال أو حتى إلى نصف ذلك ليس غريبا، ولكن الغريب والمثير للضحك مقارنة تلك الأندية نفسها بسيد اللعبة، وكأنهم لم يستوعبوا الدرس بعد. الريال لا يتأثر بمن يذهب، فما أن يغادر نجم حتى يظهر آخر، وما أن يستريح الخصوم من جيل حتى يظهر جيلا أشد منه قوة وأكثر ضراوة. المعطيات والدلائل كثيرة حول أن الريال هو حاكم هذه اللعبة وسيدها، ولا وجود لأي مقارنة بينه وبين أي ناد آخر، فالآخرون يمكن مقارنتهم بنجم كبير مثل علي النونو، وإن كان الأخير يستحق أكثر. ختاما، دع عنك التعصب وصفق دائما لسيد اللعبة وملك ألقابها وبطولاتها، وإن كان ذلك كرها عليك فالريال متى ما أراد شيئا أخذه كرها، ولونه الأبيض لا يعني السلام بتاتا.